إذا متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل والمهم، وكنتمنى من جميع المتابعين أنهم ينضموا لهذه الحملة ضد قناة العربية. قناة العربية السعودية اللي دايرين صفحة في إكس سميتها العربية شمال إفريقيا، ومن الواضح أن من يدير هذه الصفحة هو جزائري فقروري يعمل على توجيه وعلى نشر التوجهات ديال النظام الجزائري في هذه الصفحة على وجه التحديد. وكيفاش نعرفوا بأن من يدير هذه الصفحة جزائري؟ بسيطة جدا. قراو معايا هنايا، قال لك تستضيف واشنطن يومي 23 و 24 فيفري. بالله عليكم، واش كاين شي سعودي كيكتب فيفري؟ واش كاين شي عربي اصلا، شي حد من الدول العربيه كيكتب فيفري؟ هي فيفري شتوها. من الواضح جدا ان اللي دايرين له ادمن هو جزائري. والاخطر من ذلك شنو؟ حاطين الخرقه ديال البوليزاريو هنا، حاطين الخرقه ديال البوليزاريو هنا. وشوفوا حتى العالم ديال موريتانيا دايرين العالم القديم، باش تعرفوا الغباء الكرغولي كيفاش داير، الغباء الفقروري كيفاش داير. لكن هذه سقطه لن نسكت عنها لقناه العربيه وعلى اداره قناه العربيه. اذا كانت فعلا بريئه من هذا التوجه، واذا كانت فعلا بريئه من التوجه ديال هذا الادمين الجزائري، فعليها التدخل فورا، فعليها التدخل فورا. المواقف ديال المملكه العربيه السعوديه من الوحده الترابيه ديال المملكه المغربيه معروفه علنيه، فبالتالي ان تقوم احد القنوات ديال المملكه العربيه السعوديه بهذه الاساءه بهذه الطريقه. وعاد كتبين هنا، احنا ولفنا على مثلا قناه العربيه كتكتب الصحراء المغربيه، ما كتكتبش الصحراء الغربيه. هذا الادمين الجزائري مشى كتب الصحراء الغربيه، وداير الخرقه ديال البوليزاريو هنايا، وداير الخرقه ديال البوليزاريو هنا، وداير العالم ديال موريتانيا القديم، باش تعرفوا الغباء ديال الجزائريين يعني. غباء مثير للتقزز. ما علينا. انا اتذكر جيدا نهار كان واحد صحفي جزائري في قناه سكاي نيوز العربيه الاماراتيه، نهار كان غلط، هو مراسل جزائري ومشى كينشر في التوجهات ديالو في مهمه رسميه باسم قناه سكاي نيوز. واتذكر انه كان مؤتمر صحفي ديال السيد عمر هلال، غادي نشوفوا الفيديو الان امامنا على الشاشه، وكان بهدلو عمر هلال، بهدلو. ثم تدخلت قناة سكاي نيوز، إدارة قناة سكاي نيوز تدخلت بشكل مباشر وقامت بإقالة هذا المراسل الجزائري، لأن هذا خطأ مهني لا يغتفر. لنستمع لهذا الفيديو ومعكم بالتفاصيل، نرجع شوية الذكريات اللور. تخصيص اتهامات الجزائر. شكرا. ممكن تتفضل تذكر اسمك وتمثل أي جهة؟ أريد مشاهرة سكاي نيوز عربية. سكاي نيوز عربية. سكاي نيوز عربية تتكلم باسم الجزائر، تدافع عن الجزائر الآن. لا، أنا صحفي. لا، ولكن أنت تمثل. لا، عندك الحق. أخلاقيا ولكن أسأل أي سؤال. أخلاقيا سكاي نيوز هي التي تؤدي لك ثمن، هي التي تؤدي على العموم. أنا سوف أجاوبك. متابع. فأنا بطبيعة الحال في هذه اللحظة هذه وبسبب هذا الفيديو هذا الإدارة ديال سكاي نيوز غادي تقوم بطرد هذا المراسل، غادي تطردوا مباشرة. ما كملتش وقيلا 24 ساعة ولا 48 ساعة جراو عليه. الآن عندنا نفس الشيء واقع في قناة العربية. واش غادي تدخل قناة العربية ضد هذا الخطأ المهني الذي لا يغتفر، أم أنها تؤيد هذا التوجه؟ وبالتالي سنعتبر قناة العربية من القنوات المحرضة ضد المغرب، من القنوات المحرضة ضد المغرب. فبالتالي لا تلوموننا على الحملات الإلكترونية اللي غادي نديروها، ومن حقنا وما كاين حتى شي حد يجي يحاسبنا ولا يقول لنا علاش ولا كذا. من حقنا، لان هذه مساله متعلقه بالوحده الترابيه ديال المغرب. المملكه العربيه السعوديه تعترف بمغربيه الصحراء وتدعم علنيه في الشق الدبلوماسي مغربيه الصحراء. فبالتالي ان تقوم قناه سعوديه بهكذا افعال فهي مساله لا تغتفر، وعلى اداره هذه القناه ان تتدخل فورا. فبطبيعة الحال على المتابعين الكرام أنهم يزلزلوا مواقع التواصل الاجتماعي في حملة ضد هذا اللي لفت الانتباه بطبيعة الحال ديال الإدارة ديال هذه القناة. فيا إما أن تتدخل ويا إما أن نعتبر هذه القناة معادية للمملكة المغربية، باش نكونوا واضحين.
ومن الواضح جدا من خلال الخط اللي تكتب هنا بان هذا اللي كتب هذا المنشور هذا هو جزائري، باين جدا، لان ما كاينش شي حد كيكتب فيفري من غير الجزائريين. هاد فيفري هذا لصقتها فيهم فرنسا، وما بوحدهم اللي كيديروا هاد الفيفري هذا، حتى في بلاغاتهم الرسميه كيكتبوا فيفري. ما كاينش كاع شي حاجه في اللغه العربيه سميتها فيفري، وما جابوها من راسهم ودخلوها وتسفر الناس اللي فرنساتهم فرنسا بداو كيكتبوا هادشي. فبالتالي خلاصه الموضوع، ان لم تتدخل قناه العربيه، اداره قناه العربيه في هذه المساله هذه، فسوف نعتبرها قناه معاديه للمغرب، لاننا لا يمكن ان نقبل باي شكل من الاشكال هذا الخط التحريري لهذه القناه، فبالتالي غادي نتعاملوا معها على هذا الاساس. ولكن في ذات الوقت دخلوا ديروا الواجب مع هذه القناه الاخوان، دخلوا ديروا معها الواجب. واللي نشرت هذه هي العربيه شمال افريقيا، وغالبا موظفين فيها جزائري ولا جزائريين ولا هما اللي جالسين كيكسبوا هذه الخزعبلات هذه. فبالتالي متابعينا الكرام تكلموا على هذه المساله هذه، ما نخليوهاش تدوز مرور الكرام. انا بطبيعه الحال القضيه ديال وحده السنه الترابيه قضيه مقدسه بالنسبه لنا نحن كمغاربه، ولن نقبل لاي كان يكون يكون شكون ما كان. راه شو خرج ترامب ويدير شي حاجه ما هياش، راه غادي نهجموا عليه. شكون واضحين، نحن لن نقبل لاي كان ان يمس وحده سنه ترابيه باي طريقه كانت وباي شكل كان. والنظاره اللي نشوفوا بها احنا الناس كما قال جلاله الملك، سواء كانت دول ولا شعوب ولا ولا قنوات ولا صفحات ولا ايا كان، النظاره اللي كنشوفوا بها العالم هو شكون اللي كيدعمنا في الوحده الترابيه ديالنا. صافي سال الفيلم. صديقي وليد عاملين في القضيه ديال الوحده الترابيه ديالو، واللي غادي يحاول انه يدير شي حاجه ما هياش غادي ننزلوا عليه بالدكديك. راكم عارفين الوزن ديالكم يا المغاربه في مواقع التواصل الاجتماعي، فبالتالي انطلقوا في هذه الحمله ضد هذا المنشور ديال القناه العربيه، يا اما ان تتدخل وتقيل ولا تؤدب هذا الموظف الجزائري اللي كتب لهم فيفري هنا، ويا اما احنا غادي نقوموا بالواجب كذلك. ما عندناش اشكال بتاتا. من يريد ان يدخل في غمار ضدنا فنحن لهم بالمرصاد. هادشي اللي كاين. فهادشي اللي كاين متابعينا الكرام فيما يتعلق بهذا الموضوع. كنتمنى بان الجميع يديروا الواجب ضد هذا المنشور هذا. حنا غادي حتى الان غادي نعتبروه منشور معزول، حتى الان غادي نعتبروه منشور معزول من موظف جزائري، لكن ان لم يحدث وان لم يكن هناك شيء واضح من اداره القناه العربيه غادي نتعاملوا مع العربيه كقناه بشكل اخر. فهادشي اللي كاين. نشوفكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل والاخبار.